الإله على نور الذي ظهر يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا بشهر ربيع الأول اشتهر يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا ضاءت الأرض نورا يوم مولده يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا أصبح الكون من أنفاسه عطرا يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا والذي كل من في الكون يعشقه يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا يضرب الصب معناه إذا ذكر يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا والذي نرت الدنيا بضرعته يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا سرها في قلوب العارفين سرى يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا ماتع من أنوار نظرا يا نبي فكن معي أبدا حبيبي يا محمد حبيبي يا أحمد يا نبي فكن معي أبدا والذي كل من في الكون يعشقه يا نبي فكن معي أبدا محمد حبيبي يا أحمد الحمد لله على صلاتي ثم سلام الله مع صلاتي على النبي جاء بالتوحيد وقد عانى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقل لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطوير كاللاتين من فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوسة لقبتها جوهرة التوحيد قد هدبتها والله أرجو في قبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع من قلد في التوحيد إيمانه لم يغلو من ترديد ففيه بعض القوم
بك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به سرعان بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق ونطق فيه خلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل فالشطر وإسلام شرعنا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام الفطر والزكاة ورجح سيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنفسها وقيل لا خلف كذا قد نقل فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه ثانية عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغاية أمرا وعلما وردا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فتبع سبيل الحق وذراع الريب حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بديهة السمع فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم سعى فيه الوقف حي عليم قدير مريد سمع بصير ما يشاء يريد متكلم ثم صفات ذات ليس بخير أو بعين ذات فقدرة بممكن تعلقت بلا تنايم به تعلقت ووحدة أو جملة ومثل ذي إرادة والعلم لكن عمد وعما أي زواجي وهو الممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع وكل موجود عن ابن السمع بكذا البصر إدراكه ينقل به علم عليه كما ثبت ثم الآيات ما بشيء تعلقت وعندنا أسماؤه عليمة كذا صفات ذاته قديمة وكثيرة أن يسمعوا توقيفية كذا صفات فقد السمعية وكل نفس أوهام التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه القرآن أي كلام عن الحدوث بعد الانتقام وكل نفس للحدوث دالة من على اللفظ الذي قد دل ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهاد وجائز في حقه ما أمكن إيجادا لمن كرزقه الغنى فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل وقادر لمن أراد برده ومنجز لمن أراد وعده فوز سعيد عنده في الأزل فلا شقي ثم لم ينتقل وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا يتبنى فبما في الفضل وإن يعدل فبما في العدل وقولهم إن الصلاح واجب عليه سر ما عليه واجب لم يروا إلى مولى الفار وشبه فعدل المحال وجائز عليه خلق الشر وخير كالإسلام وجال الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقدر كما أتى في الخبر ومنه أن يدار بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار مؤمنين إذ بجائز علق الهدى وللمختار دنيا ثبتت ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بما
الفضل لكن بذا إيماننا قد وجب فتعوقوا من بهم قد لعب وواجب في حقهم أمانة وصدقهم وادر له الفضالة ومثل لا تبلغهم لما ويستحيل ضدها كما رووا وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل وجميع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فضل الميرة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فانبر عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبعضهم ملائكة الفضل هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعد كل بعده قد يفضل بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حكما وقص خير الخلق أن تمم به جميع ربنا وعمم بعثته فشرعه لا ينسق بغيره حتى الزمان ينسق ونسقه بشرع غيره وقع من أذل الله من له منع ونسقى بعد شرعه بالبعد أجز وما في له من غاد ومعجزته تأثيرات القرآن منها كلام الله معجز البشر واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشة مما رووا وصعبه خير القرون فاستمع فتابع لمن تبع وخيرهن نولي
ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن كتبها بالأعيان يسير الدفال عباد مختلف مرورهم فسالم ومختلف والعرش والكرسي ثم القلم والعاتبون الله كل الحكم الاعتياد وفيها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق وجدت كالجنة فرات من لجاهد دجنا خلود للسعيد والشقي معذب منعم ما بقي إيماننا بحوض خير الرسل علم كما قد جاءنا في النقل ينال شربا منه أقوام وفوق بعدل وقول يزداد منطقه وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي وغيره من مرتضى الأغيار يشفع كما قد جاء في الأخبار جائز غفران خير الكفر بيان كفر مؤمنا بالوزر ومن يمت ورابية من ذنبه فأمره مفاوض لربه فواجب تعذيب بعد ارتكب كبيرة ثم الخلود مبتلي واصف شهيد الحق بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات ورزق عند قوم ما بهم تفيد وقيل لا بالمقبول وما تبيد فيرزق الله حلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم في الاكتساب والتوكل طريق وراجع التفسير حسب ما عرف وعندنا شيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود وجود شيء عينه وجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثاني منهم ما واجب في العالي ولا انتقاد هي حسن حالي لكن جدد توبة لمغترب وبغير